السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتمنىكم تكونوا في أحسن حال، في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنقدم لكم دجاج في الفران بطريقتي، وكذلك كنرافقوا بالروز بطريقة زوينة وكيجي لذيذ وهائل. تابع معايا الفيديو حتى النهاية ديالو، متابعة طيبة للجميع إن شاء الله. بالنسبة أول حاجة عندنا دجاجة كناخذ تقريبا دجاجة ديال كيلو ونص 2 كيلو هكاك. بطبيعة الحال كتكون مقطعة طراف صغار، كل ما كان طراف صغار دغيا كطيب الدجاجه. نرافقها بواحد الخلطه اللي غادي ندير. الخلطه فيها تقريبا شويه ديال التحميره، شويه ديال السكنجبير، الابزار، الملحه على حسب الذوق، واحد المعلقه كبيره ديال الموطرد، 2 فصوص ديال الثوم، وعندنا كذلك الصلصه ديال الطماطم واحد المعلقه كبيره، عندنا شويه الكمون، الزعتر، وعندنا دانون مسوس، كذلك عندنا واحد 2 معلقات ديال الحامض معصر، وعندنا 2 معلقات ديال الحليب. الا توفر ما توفرش نديرو بلاصتو الماء. صافي هادو هما المكونات اللي عندنا. نتوما بغيتو ديروا شي اضافه اخرى ديروا، ولكن هذه الصراحه كتجي ما نقولش لكم خطيره، غير جربوها زعما على ضمانتي. والله العظيم الا كتجي واعره. هاد الخلطه هذه كتجي لذيذه بزاف، وتبارك الله الدجاج كيجي واعر وزوين مع ديك النسمه تاع الزعتر. ما نقولش لكم كيجي هائل بزاف. نحاول انني نخلط. اول حاجه كنخلطها هي الاول هادشي كامل كلشي تنخلطو. كناخذ الدجاج ديالي بطبيعه الحال نحاول انني نقطعو صغير. قد ما تقطع صغير قد ما كيساعدني على الطياب في الفران، ما كيديش واحد المده كبيره. نشرحو باش تدخلو شويه ديال الطياب، وصافي كنمرمدو مزيان في هاد التتبيله هادي اولا الصلصه. غير هي عندنا واحد الملاحظه، الا كنت بغيت نطيبو ديك الساعه بطبيعه الحال راه غادي نضيف ليه شويه ديال الزيت. الا كنت غنخليه تقريبا واحد نص نهار اولا مثلا يبات اولا هذا، ما نديرش الزيت حتى وكان نبغي ندخلو للفران. هذه هي الملاحظه اللي كاينه. صافي من بعد كناخذ الزيت البلديه. بالنسبه لي انا استعملت غير الزيت البلديه، كنديرها من الفوق. ناخذ بابي كويسون صافي كنغطي عليه وندخلو للفران يطيب. نشعل عليه من الفوق من التحت كنخليه يطيب. هنا بالنسبه للمرافقات باش رافقته بالروز كيجي الروز كلاصي كيجي بواحد الطريقه زوينه بزاف. اول حاجه عندنا هنا في مقله اولا في كاميله كندير فيها تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال الزيت البلديه، ثومه بودره، واحد الضريس ديال الثوم، شويه الملحه، البزار، ضامه تاع البنه الا كانت متوفره. صافي هادشي تقريبا اللي كاين. وكنخلط مزيان شويه ديال التحميره، تنخلط كلشي مزيان. كنضيف عليه تقريبا واحد 2 فلفلات حمراء وصفراء ولا حمراء وخضراء، نخلطهم مزيان. تنديرهم وتندير الخيزو. بالنسبه للخيزو حتى هو كنشدو نقردو حتى هو رقيق فحال الفلفله. صافي وكنديرهم بجوج، كنخليهم حتى كيطيح مزيان داك الخيزو والفلفله، ومعاهم واحد البصيله مشلده رقيق. صافي هادشي كامل كنشحر بيناتهم حتى كنحس بهم طابو. كناخذ شويه ديال الكروفيت، صافي حتى هو كنشحرو. الا ما كاينش نقدر ندير كفته، ما كاينش ندير شويه الدجاج لا داند، اي حاجه ما كاينش ما نديرش كاع. صافي من بعد كناخذ الروز كنسلقو مع بشويه ديال المليحه، شويه ديال ورق موسى. صافي وكنديرو من الفوق، كنخلط كلشي من الفوق حتى لتحت مزيان حتى كتشرب ديك داك الروز كيشرب مزيان. صافي وكنخليه حتى كيبرد. هنايا فاش طاب الدجاج ديالنا تبارك الله كيجي هائل وزوين، كيجي ما نقولش لكم كيجي لذيذ بزاف وطيب وفتي بزاف ولذيذ. رافقته مع هذاك الروز اللي طيبنا، ودرت البطاطا سوتي درتها مع شويه ديال الزبده وشويه الزيت. صافي وطيبت كلشي مزيان، كيتقدم كلشي بالصحه والراحه. هذا الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم شجعوني بلي لايك وبالتعاليق المحفزه. كنرحب بكل الناس الجداد اللي انضموا للقناه، يتابونوا يفعلوا الجرس باش يوصل كل جديد وكل مفيد. الى فيديو اخر تنقول لكم شهيه طيبه، نهاركم مبروك، الله يسر امورنا اموركم بالخير.